عاوزة البانيه بتاعك يطلع لونه ذهبي والقشرة بتاعته ما تفصلش منه، يبقى مقرمش من بره وطري من جوه والقشرة ما تفصلش منك خالص. تابعيني وهنعرف مع بعض نعمله ازاي. في البداية انا شيماء عادل ودي قناتي. لو اول مرة تشوفوني متنسوش الاشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل فيديوهاتي الجديدة. معايا هنا كمية من البانيه على حسب انت هتتبلي كمية قد ايه، وهنبدأ في التتبيلة بتاعته. في بولة عندي حطيت كوباية زبادي صغيرة، عليها عصرة نص ليمونة، معلقة توم باودر، معلقة بصل باودر، ومعلقة زنجبيل باودر، معلقة كزبرة ناشفة، ومعلقة بابريكا، ومعلقة ملح كبيرة. اهم حاجة ما تزودوش الملح علشان ما يطلعش حادق معانا، وكمان معلقة فلفل اسود كبيرة. الزبادي بيخليه طري معانا والانسجة بتاعته من جوه بيبقى طعمها حلو كده بعد القلية. وفي الوقت ده كنت بشرت بصلايه وسبتها تنزل ميتها، وطلعت لي حوالي ربع كوبايه من الميه. ضفتها على المكونات دي، وبعد كده هبدا احط فيها البانيه بتاعي، واتاكد ان كل البانيه شرب من التتبيله دي، واغطيه كويس قوي واحطه في التلاجة مش اقل من نص ساعه لحد ما يشرب من التتبيله ويبقى طعم التوابل اللي احنا حطيناها كده. اغطيه كويس قوي عشان ريحه التلاجة بتاعتنا ما تلقطش من ريحه البانيه، وبعد كده ادخله التلاجة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بعد ما طلعته من التلاجة بقى ابدأ اجهز الكفر بتاعه. معايا هنا بقى بيضة وحطيت عليها معلقة فلفل اسود ومعلقة ملح صغيرة خالص، وحوالي ربع كوباية من اللبن، وضربتها كويس قوي كده. خلطت اللبن بالبيض، وبعد كده جبت طبق فيه دقيق، عليه معلقتين نشا، وحطيت عليه معلقة فلفل اسود صغيرة ومعلقة ملح. ببهر الدقيق بيبقى طعمه حلو قوي الكفر معايا. وعندي طبق تاني فيه فيجيتار، انا بجيب الفيجيتار بارد على حار، يعني بيبقى ميكس كده. لو انت عاوزاه حار براحتك، ولو عاوزه تستبدلي الفيجيتار ببقسماط بيبقى حلو جدا برضو، بيبقى بيدي نفس الطعم. بس البقسماط هنبهره بحبه ملح وحبه فلفل. عايزه تحط عليه بهارات زي اللي حطيناها على البانيه براحتك. وممكن كمان تستغني عن خطوة البيض خالص والبقسماط والفيجيتار، وتعملي عجينة دقيق. بيبقى طبق فيه دقيق بنشا، وطبق تاني فيه دقيق بس عليه كل التوابل، وعليه حبة مية. بنعجنه كويس قوي كده يبقى عامل زي عجينة الكريب، ونبدأ نحط في الدقيق الجاف للدقيق السايل، ونرجعه تاني للدقيق الجاف، وبعد كده لعجينة الدقيق. بيعمل معانا كفر من بره مقرمش كده وعالي، وبيبقى لونه فاتح وبيبقى طعمه حلو قوي برضو. هنا قربت اخلص الكميه بتاعتي كلها. بحط البانيه بتاعي الاول في الدقيق، اعمل له كفر، وبعد كده في البيض، وبعد كده اطلعه على الفيجيتار بتاعي. وقبل ما بقليه بحطه في التلاجة بتاعتي او في الفريزر حوالي ربع ساعه، اضمن ان القشره بتاعته متماسكه وانها مش هتفك مني ابدا في الزيت. هنا انا خلصت الكميه بتاعتي كلها ما شاء الله، بعد ما قليته ولونه ذهبي والقشره من بره مقرمشه ولونها تحفه. بجد التتبيله بتاعته حلوه قوي، جربوها وما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات رايكم، وكمان حطوا لي لايك وما تنسوش الاشتراك في قناتي. والسلام عليكم ورحمه الله.